كأس العرب قرب، ويلزمنا نختاروا القائمة متاع المنتخب التونسي اللي يلزمها تشارك في البطولة العربية ذي. من أجل لهنا باش نختار القائمة حسب هاي الشخصي، والقائمة اللي تناسب كأس العرب. كما قلت لك، راهي هذا اختياري الشخصي. اكتب لنا انتم في التعليقات شنو هو قولك في القائمة متاعي. نطولش عليك، ندخلوا ديريكت في القائمة. كأس العرب قرب، المنتخب التونسي طاح في المجموعة الأولى مع المنتخب القطري، المنتخب المستضيف، كيف مع المنتخب الفائز ما بين جنوب السودان وفلسطين، والفائز ما بين سوريا والمنتخب الصومال. لهنا تكسر الحديث عن المنتخب التونسي، شكون اللاعبية باش يمشيو وشكون مش يمشيو. اليوم نغلق الستار هذا. في القائمة اخترت ثلاثة قردانات، زوز منهم معروفين نعرفوهم الناس الكل، اللي هما البشير بن سعيد وأيمن دحمان. أما في الحارس الثالث حرت ما بين ثلاثة قردانات، اللي هما الناس الخرداني غيث اليفرمي والحارس نور الدين الفرحاتي. في الأخر اختارت الحارس نور الدين الفرحاتي كملاعب شاب وينجم يوصلك لبعيد، قاعد يقدم في ماتشات مزيانة برشا على الملعب التونسي، ونجم يتطور أكثر فأكثر. نمشيو للدفاع، اخترت لنا أربعة فلاكس، لاعبي لول متفاهمين فيه الناس الكل متفاهمين فيه، الناس الكل معاه، اللي هما ياسين مرياح. معاه في الديفونس نقرا تو في الكومنتارات ونشوف هذاك ما يستحقش وهذاك ما يستحقش، وجمهور ليكيب نتاعو يتسب فيه. هو كيما قلت لكم انا نحترم رايكم، اما هذا راي شخصي ونعرف ايش قاعد نقول. اللي هو نسيم هنيد لو يستحق يكون في كأس العرب مع المنتخب التونسي. كيف المدافع الثالث اللي هو مدافع النادي الافريقي حمزة بن عبدة، والمدافع الرابع كيف حرتيه من الاول. وقلت ما بين اربع مدافعين، لكن في الاخر اخترت محمود غربال لاعب اتحاد المنستيري. صحيح هو يلعب كظهير، لكن اني نختاره كقلب دفاع، ونجم يوجد لك اللاعب كقلب دفاع ونجم يلعب في قلب الدفاع. بالنسبة للظهير الايسر حر، الظهير الايسر شكون باش نختار؟ فما برشا في تونس، يلعبوا كظهير ايسر، لكن انا اخترت هنا علي معلول ظهير النادي الافريقي، وحسام بن علي ظهير النادي الافريقي. ظهير النادي الصفاقسي علي معلول قاعد يقدم في مستويات ممتازة، قاعد بدا يرجع في الفورمة نتاعو مع السي اس اس. كيف حسام بن علي صحيح نعلت الإصابات هي مخلتوش يكمل مع النادي الافريقي، اما تو رجع من الاصابات، وان شاء الله باش نشوفوا حسام بن علي يرجع الفورمه نتاعو. في الظهير الايسر حرد شويه، حرد حارد ليلي، ولكن هنا اخترت الظهير الايسر لول اللي هو سلاح الدين الخدامسي. ويعني نعرف اش قاعد نقول، وملاعبي قاعد يقدم في ماتشات مزيانه برشا مع ليتوال، وقاعد يتطور في مستوى متاعو شيئا فشيئا. والظهير الايسر الثاني اللي هو محمد امين بن حميده، الناس كل ذو اللي متفاهمين فيه. تعداو لوسط الميدان، لهنا شو دخلوا الرسمي. وسط الميدان اخترت ستة في وسط الميدان. الملاعبي لول الفرجاني ساسي، معز الحاج علي لاعب الاتحاد المونستيري. الملاعب يستحق انه يكون، يستحق واني نعرف اللي هو يستحق، وانتم تعرفوا ملاعب كبير لكن مظلوم مع المنتخب التونسي. كيف اللاعب حسام تقال لاعب الترجي التونسي يستحق انه يكون في المنتخب. لاعب كبير، لاعب متطور، لاعب قاعد يقدم في مستويات ممتازة جدا مع الترجي التونسي. كيف متوسط الميدان الترجي شهاب الجبالي قاعد يقدم في مستويات ممتازة جدا مع المكشخة، مستويات تطلق مش نورمال. بالنسبة وسط نمرو خمسة، لهنا حرت ما بين خمسة وستة، وش يقولوا لي علاش اخترت هذا وعلاش اخترت هذا، والاخر خير منه، والاخر يستحق يكون اكثر منه، والاخر نقول لكم هذا رأيي الشخصي، وانا اتحمل مسؤوليتي فيه. قلت لكم معناتها زوز متوسطي ميدان حرت فيهم الحق، لكن لاني اخترت معتز الزمزمي متوسط ميدان النادي الافريقي، ومحمد علي برمضان متوسط ميدان النادي الاهلي. نتعداو لهنا للرسمي وللهجوم. الهجوم اخترت كل من نعيم سليتي
قاعد يقدم في مستويات ممتازة، وفي آخر تربصات قاعدين نشوفوا فيه في المنتخب التونسي يعني يلزم يكون موجود ويعاون المنتخب بالكدا. كيف عيط الملاعبي قاعد يقدم في مستويات ممتازة جدا على طوال هذا الموسم، وهو شاب صحيح لكن يستحق انه يكون هو ريان عنان. الناس الكل متفاهمين فيه، الملاعبي هذا يستحق يكون في المنتخب التونسي الأول. كيف اخترت فراس شواط مهاجم النادي الافريقي، اخترته باش يكون في القائمة هذه خاطر الناس الكل متفقين، والناس الكل متفقين فيه اللاعب هذا شواط اللي يكون موجود في المنتخب التونسي في المهاجم رقم 4. اخترت الناس الكل باش يقولوا لي عنا برشا ما شفناهش هذا وين يلعب بالضبط وفاش قاعد يعمل في ليكيب هذيكي. يعني نعطيك روح الزبدة اللي الملاعبي هذا قاعد يقدم في مستويات كبيرة برشا، قاعد يقدم في مستويات ممتازة جدا مع شباب بلوزداد. نحكي على محمد علي بالحمودة. علي بالحمودة هذا اختياري ونعرف روحي فاش قاعد نقول، اما الملاعبي الاخر برجولية زوز ملاعبية بقاو ملقيتش الحق شكون باش نختار حرت بلغتنا. اما لقيت الملاعبي لول اللي هو الناس كل باش تجي ضدي يقول لي فاش تحكي يا اخي وشنو فاش قاعد تقول فيه، اللي هو انس الحاج محمد. قاعد يعدي معايا كيب بارما ديفيزيون 2 ولا ايكيب الثانية متاع بارما، قاعد يعدي في ماتشات مزيانة تبع فيه، مش كان ماتشات مش نشوف فيه قاعد نتبع فيه فلاش سكور شفتو معناتها كل ماتش يعدي في ماتشوي، كل ماتش وماتشوي، كل ماتش خير من الاخر، كل مرة قاعد يطور الملاعبي هذا بحق ملازمناش نخسرو الملاعبي هذا. بالنسبة لملاعبي الاخراني لا باش يكثر الحديث شوي، فما اللي باش يقول لي يا اخي الملاعبي هذا مش قاعد يلعب طول المدة هذه كل باش تعيطوا في كوبارات كيف هكا وما تذكرش واحد. نذكرك خويا اللي كوباراب اللي فاتت كان الهداف متاعها الملاعبي هذا، كان الهداف تاع كوباراب كاملة. تقول عرفتني ما عادش كنا نحكي على سيف الدين الجزيري الملاعبي كان هداف البطولة العربية السابقة اللي هزتها الجزائر كنترنا نحنا اثنين بلاش. الملاعبي هذا يظل يستحق انه باش يكون في المنتخب التونسي ابا على الجد. عن جد هذه القائمة كما قلت لكم حسب اختياراتي الشخصية، هذه القائمة اللي اخترتها. تنساش اللايك والفولو واكتب لنا في التعليقات القائمة متاعك انت باش تختارها انت لكوباراب، وان شاء الله المنتخب التونسي يكون حاضر بقوة في كأس العربية ذي.